في موضوع آخر، ومع أجواء الصيف ومن أجل الحد من حوادث المرور في ظل الحركية التي تشهدها الطرقات، حملة تحسيسية بولاية بشار تهدف إلى التوعية بقواعد السلامة المرورية. أبو بكر جعدود في المتابعة. مع دخول موسم الاصطياف تتوجه العائلات لقضاء عطلتها بالولاية الساحلية، وللحد من حوادث المرور تكثف المندوبية الوطنية للأمن في الطرق من حملاتها التحسيسية لفائدة مستعملي الطريق وأصحاب المركبات. عندها دور إيجابي لأنها تقلص وتوعي الناس، وخاصة الإنسان اللي يكون في وقت الميدان، يعني مشكل أن نتفرجها في التلفاز في الدار. تمنوا هذه المبادرة تاع التحسيسية لفائدة السائقين ولا مستعملي الطريق تحت شعار بالتأني نقضي عطلتي مهني. الهدف من هذه الحملة هو ترسيخ الثقافة المرورية في أوساط سائقين سيارات الأجرة، وخاصة سائقي سيارات الأجرة المسافات الطويلة. أيام توعوية وخرجات ميدانية يقوم بها مختلف الفاعلين حول السلامة المرورية للتحسيس بضرورة الالتزام بقواعد السياقة الآمنة. استعمال اليدوي للهاتف النقال، أنا نلاحظ كثير من السواق يعني ماهوش فقط أنه يتكلم في الهاتف فقط، ولكنه حتى يكونكتي، يعني يد في المقود ويد يكونكتي، يعني يكونكتي في الهاتف تاعو، وهنا اللي يعني ربما ينقص التركيز والانتباه، واحتمال وقوع حادث راح يزيد. جهاز الحماية المدنية يتواصل في عمله، سواء العمل العملياتي او الجانب الوقائي، من اجل يعني الوقايه من مختلف الاخطار اللي تشكلها في موسم الصيف. تم برمجه قافله تجول مختلف الشوارع الرئيسيه لمدينه بشار. الهدف منها هو تحسيس وتوعيه السواق بضروره التقيد باحكام وقواعد قانون المرور. جهود كبيره تحسيسي متواصل لقضاء عطل صيفيه بلا حوادث.